ده الاي ام دي ار 5 240 كارت اقتصادي مسكين ب1 جيجا في رام، وعاش طوال 11 سنه وقدر ان هو ينجو عشان يجي النهارده في ايد العبد لله يفشخه. انت عارف عشان شغل فورتنايت دي انا خسرت 2 ويندوز ده بجد يا جماعه، لان انا هعمل بيه 3 تحديات او تقدر تقول 3 كوارث تقنيه. الاولى طبعا بديهيه ان احنا اصلا هنحاول نشغل هذا الشيء، تركيب هذا يعني بالنسبه لهذا الصعلوك الصغير يعني. تاني حاجه وهي مصيبه مركبه 2 في 1 زي النسكافيه كده اهو، هنركبه على احدث واغلى قطع الهاردوير اللي في العالم وهعظمك كمان شويه، وكمان هنشغله على احدث الالعاب اللي موجوده في العالم يعني، ولو مكتوب له ان هو ينجح بعد ده كله هنروح كاسرين سرعته. هو بص انا هبهدلك مع انك والله كيوت وشكلك مش هتستحمل البهدله دي كلها، الا ان الكارت ده قبل ما يجي وانا بصراحه كنت مقلق من حاجه. رجاله والكارت الحمد لله وصل، وما كلفنيش حرفيا تمن وجبه شاورما يعني، والحمد لله هو في ديسبلاي بورت فهنعرف نشغله على الشاشه الصغيره هنا اهو، لكن مش هنعرف نشغله على الشاشه الكبيره هنا. وبعد ما قلبي اطمن يا معلم اخدت بالي قد ايه الكارت ده فعلا صغير وسيمبل جدا، يعني مقارنه حتى مع الكروت الاقتصاديه الحديثه يا اخي فرق الحجم مأهول. وخلينا نبدا اول كارثه بعد ما ندعي لاخواتنا المستضعفين في كل مكان ربنا يسترهم ويرحمهم اللهم امين. وعشان تشغل الكارت فانت محتاج جهاز، ما هياش محتاجه فقاقه، ولكن مش اي جهاز صديقي العزيز. خلينا اقدم لك لهلوب، وما تنخدعش ان هو من غير كيسه لان انا مش معايا كيسه، لان الجهاز ده مكون من احدث واغلى قطع الهاردوير على مستوى العالم. عندك مثلا بوردة الزد 890 الماكسيموس اكستريم من ايسوس اللي هي حاجه كده ما شاء الله، حاجه مش طبيعيه، لا الكواليتي ولا التكوين بتاعها او التصميم بتاعها ولا التكنولوجيا اللي بتغطيها ولا حتى ال سي دي الجامده جدا دي. بجد البتاعه دي واكله دماغي يعني. بص حتى برضو كمان اسوس عامله حسابها انك انت حتى لو عندك كيسه ممكن يكون فيها شفه فتحكها والجو ده، بص عيله كده تبعدها عن الشفه ولا اي حاجه، تحطها في البوزيشن اللي انت عايزه واللي انت محتاجه. عندك هنا هو الكويك ريليز اللي انا هفضل اتكلم عنه لحد قدام كتير قوي لان انا بتعب جدا مع الام دوت 2. وعلى فكره الاس اس دي جين 4 الرينيجيد من كينج ستون فيوري شغال بيه بقالي بتاع سنه، بصراحه اكتر من ممتاز. واكتر حاجه مجنني فيه ان هو اصلا ما بيسخنش، هو المشتت ده اصلا هيخليه يبقى سقعان تلج بجد والله، اصلا من غير مشتت ما بيسخنش. لكن لو انا هدي لك نصيحه ان انت دايما تكون مفضل في رينج 30 40 جيجا، تقوم حاطط كده فاهم كده خلاص شكرا مع السلامه يا غالي. اما عن اللي تحت هذا البلوك فهو معالج كارثي الكور الترا 9 285 كي من انتل، والمعالج ده بصراحه بيفكرني بمحمد هنيدي في اللقطه دي اللي هو من بره الله الله ومن جوه يعلم الله يعني الله بالسر عليه. وبصراحه انا مستخسر في كت الرامات الفاجر ده اللي هو 48 جيجا بسرعه 8200 ميجا ترانسفير، حتى توقيتات مش قد كده لكن سرعات عاليه وجباره. وكذلك مستخسر فيه هذا المبرد الخنفشاري الروجين 3 اكستريم من ايسوس. المبرد ده جماعه جبار، مش عارف بقى اكلمك بقى من حيث التصميم ولا اكلمك من حيث البيلد كواليتي ولا اكلمك ان هو ما فيهوش اسلاك كتير. يعني انت بص هو السلك ده بس، وبص السلك ده مغناطيسي، حتى المراوح كلها راكبه بالمغناطيس يعني مش معتمده على المسامير، لا هي شابكه في بعض جامد، والسلك المغناطيس بتاعه قادر يشيل وزن المراوح كلها راكبه في بعض. وطبعا تحت ال سي دي الجباره اللي بينطبق عليها كل الكلام ده طبعا ما عدا انها بتتحرك لكنها الوان وتقدر تحط عليها اللي انت عايزه. في هنا هون كمان جزء مخفي، والمروحه دي معموله علشان تبرد الفي ار ام. عموما خلينا بقى ننتقل للجزء الاخير الا وهو تركيب هذا يعني بالنسبه لهذا الصعلوك الصغير يعني. ربنا يسامحنا على الجريمه اللي انا بعملها دي. على فكره انا خدت بالي من حاجه هنا، بص مش عارف تبقى باينه كده ولا لا اهو. هنا هو هتلاقي السنان الذهب ما هياش مكمله، شايف؟ لان ده بي سي اي جين 3 و8 اكس ما هو 16 اكس، فاللي هو اصلا يعني ايه البورده مساء الزغزغه يا معلم يعني. فخلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نعمل كده ونعمل كده. مش محتاج افكرك طبعا ان انت في البورده دي لو انت عايز تفك الكارت ما فيش اي حاجه تفك منها الكارت غير ان انت تشده بس كده. سبحان الله الحركه اللي انا عملتها دي غلط على فكره، الحمد لله ان هو عدت لان انا اصلا مقلق منه فكنت المفروض افصل الباور سبلاي الاول. عموما هو لو في حاجه الجهاز مش هيرضى يدور، وعشان ندور الجهاز هنضرب بس هنا كده بس ايه ناخد احتياطاتنا. ده اللابتوب بتاع عبده مش بتاعنا، انا خايف اصلا وايه ومقلق يا رب يا ساتر. شايفين يا جدعان الديباج؟ شايفين الديباج فين؟ هو منور في جي ايه على الاغلب كده هتشتغل. وعلى فكره الكارت هنا بص اهو، سامع المروحه شغال. انا حيوان بالحركات اللي انا بعملها دي. مسج ديسبلاي دي معناه ان هو خلاص فتح ودخل على البايوس كمان، فنعين الدرع بتاعنا احنا كده الحمد لله امان. نوصل بقى يا جماعه ايه الكابل وتشوف الشاشه هنا اهو هيحصل لها ايه. بسم الله، مش عارف امسكه منين ده، ربنا يستر. والله جريمه، كل اللي بعمله ده جريمه. بسم الله. انت مش شغال؟ يخرب بيتك. انا هقفل كده تمام ونعيد الكره مره نشوف اللي هيحصل. بسم الله، هيفتح.
الظاهر كان ايه الويندوز لسه بيجمع. بس خلاص التحدي الاول كومبليت وشغالين تمام. هنعمل له بقى الريستارت المتين ويبقى بكده ايه نخش في التحدي التاني ان احنا هنشغله على اجمد واغلى جهاز اهو خلاص، ونشغله بقى على احدث الالعاب. واللي انا بصراحه عندي فيها مشكله، انا عندي كذا لعبه بصراحه واكيد مش هنقعد نجرب كل الالعاب في الفيديو ده، هنخلص بكره. فانا هختار العاب بشكل عشوائي بشكل يعني غريب شويه، يعني اللي هو ايه. طبعا يا جماعه هنا هنكتب الاسامي بلاك ميث، وهنكتب فورت وفالور تاب تو سبين اهو. بسم الله فورت ماشي. يبقى هنجرب فورتنايت اول لعبه. تاني لعبه عشان اكيد مش هنقعد كتير نجرب في نفس الموضوع ده، بلاك ميس. انا شايف ان ده كده شيء يعني مقنع. بلاك ميس لعبه تقيله قوي، فورتنايت لعبه يعني ايه ممكن تخليها خفيفه، فاللي هو نجرب جميع انواع الالعاب. فيلا بينا بقى نبتدي بفورتنايت. لا اله الا الله. بص احنا دلوقتي على الدايركت اكس 11 اقل احقر الاعدادات على دقه 1080 29 فريم 30 فريم ودروبات ما يعلم بها الا ربنا. خلينا كده نوع ايه بقى ايه هنروح كده بليزنت مساء الدروب يابا. يا نهار ازرق الدنيا مبكسله قوي، مش عارف هنا باين ولا لا والله. ده على الموبايل شكلها انضف تصدق. لا انا مش عارف اوريك كل اللي انا شايفه. عارف انت لما تكون حاطط مثلا ايه، بس مفيش حد هيعمل كده يعني في الحياه، يعني اللي هو يبقى جايب فازلين حاطه في عينيه فاهم. اه ده اللي انا شايفه. الدنيا مزغلله في اللعبه. اختي اجري. الله 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 انا بضرب منين؟ والله شغاله يعني. بس بص كده لو عملنا مثلا اعلى الاعدادات هيحصل ايه؟ 1080 ايبك ابلاي. يا نهار ازرق 2 فريم. الله 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 الله. اللعبه حرفيا قلبت كوميكس. فريم كله 500 مللي ثانيه يعني. انت عارف عشان اشغل فورتنايت دي انا خسرت 2 ويندوز، منهم ويندوز شغال معايا بقاله بالظبط 3 سنين، عامل عليه اختبارات الدنيا والاخره وعليه للدنيا والاخره وبروجكتس عشان في الاخر فريم في الثانيه. والله يا جدعان عارفين الناس اللي هي بترسم على الكوتشينه وتقوم توريها كده اهو انا ورق ويتعمل كانه فيديو اهو. ده في مود هنا اجمد اللي هو البرفورمانس. انت لسه فيك العاده الزباله دي لو انت تفضل تعمل كيو. بس طبعا يعني الاس اس دي لديكم لا خوف عليكم. وبعدين بقى اي واحد بقى في فيديو البلاي ستيشن 3 يقول لي على فكره بقى ممكن تجيب كمبيوتر احسن ب 3500 جنيه هتحط فيه كارت ايه بقى عينيا؟ ده انت اصلا هتروح تجيب لك كيسه فيها معالج اي 5 جيل رابع ولا حاجه وتشتغل على الكارت الداخلي. انت شايف بقى اللي انت تخيل ده ان هو ماشي كارت داخلي وعامل كده. تخيل بقى الكارت الداخلي هيعمل ايه؟ يعني هتبقى تجربه ما تتمناش غير لاعداء ربنا يخسف بهم الارض. في واحد منهم كده هو بيقيم فاهم انت يسقط فريمات هوب يقوم متشنك. فكره جامده تصدق. وده فوق طلع تحت. وجعته. والله شكله بط. والله شكله بط. وده توفيق يعني فاهم انت. ده توفيق عشان الفيديو ما يبصش. مش قادر اتعايش مع البكسل. فخلينا كده نروح مثلا ناحيه 75% مثلا ال 3 دي ريزوليوشن يعني فاهم. الدنيا كده متشافه يعني الوضع كده لطيف. وبرضه ايه طب انا لو حبيت ابني زي زمان ايه اللي محسوبك كان بنا يعني في اللعبه دي كان بنا. يا سلام يا سلام على اللاج. لا 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 مستحيل. لا 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 بامانه. بس اللعبه اشتغلت يعني الحمد لله. يعتبر كده التحدي الثاني خلص نصه. النص الاخير بقى هيختتم ببلاك ميس وكونج. لا 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 لا. بص هو بصراحه الكارت عامل اللي عليه واشتغلت. هو التحدي انا قلت هتشتغل ما قلتش هنلعب خد تجربه جامده. ودي رساله بقى للناس اللي بتقعد تشوف فيديوهات لواحد يقول لك انا ببيع تجميعه من سنه 2010 وبتشغل البرنامج الفلاني بتشغل اللعبه الفلانيه بتشغل. بس هتعرف تستخدم لو تعرف تلعب على فريمين في الثانيه فدوس يابا في الحاجات اللي زي كده. بصراحه لا الموضوع مرير. لا مستحيل يابا مستحيل. شغل السحر اللي انت شايفه ده شغل نينجا اللي هو فاهم يختفي والجو شغال كلها. لا يا خسرت الحاجه اللي راحت مني. والله انا بتحسر. انا مش عارف ليه بعمل الافكار الغبيه دي. انا مش فاهم. تصدق انا نسيت اكسر سرعه الكارت. وانا اول لما جيت اكسر سرعه الكارت اتلاقيت في خازوق شفاف مش بيتشاف من ام اس افتر بيرنر مش عارف يعدي الليميتس دي خلاص. هو ده اصلا الديفولت بتاعه هو الماكسيمم بتاعه. فالدنيا السلام ماي فريند. التحدي ده كده هو التحدي الوحيد اللي يعتبر فشل باعتبار يعني ان اللي فات مرضي عنه. بص هو انا بالنسبه لي بصراحه كارت زي ده اخره معايا شغل اليوتيوب بقى ان انا افتح يوتيوب واتصفح والجو ده لكن مش مونتاج حتى يعني بشغل دوكيومنتس مش عارف. عموما لو انت عايز تجيب كارت مستعمل هسيب لك لينك تحت الصفحه يبقى عس كده فيها شوف لو في حاجه تناسبك يعني. لحد هنا يكون التحدي خلص. اروح اشوف المصيبه بقى اللي انا عملتها الداتا هرجعها ازاي بقى والجو ده. يعني لو عندك فكره نعملها اكتب لي تحت ماي فريند.